الفيديو ده حرفيًا هيغيّر حياتِك للأحسن. لو شُفتِ الفيديو ده وكمّلتيه للآخر، حياتِك هتتغيّر فعلًا، ولو عملتِ اللي هاقول لِك عليه لمدة 30 يوم بس، هتشوفي فرق حقيقي في حياتِك. ولو ده ما حصلش، اكتبي لي قولي لي آية أنتِ بتقولي أي كلام، واكتبيها في الكومنتات عادي، لإن أنا متأكدة 100% إن الفيديو ده هيغيّر حياتِك زي ما هو غيّر حياتي. فدي حاجة أنا مستعدة أتحاسب عليها عادي جدًا. فلو بجد عايزة تغيّري حياتِك، كمّلي فرجة للفيديو. أهلًا بيكِ، أنا آية، podcast آية، ده اسم قناتي. خلّينا ندخل في الموضوع على طول، لإن ده يعتبر من أهم الفيديوهات اللي هاعملها في حياتي. أول حاجة عايزاكِ تعمليها قبل ما نبتدي الفيديو، هاتي ورقة وقلم، وابدئي اكتبي حياتِك اللي بتحلمي تعيشيها، كإنِّك عايشاها حالًا، كإنِّك وصلتِ لها فعلًا. ودي خطوة مهمة جدًا وهاقول لِك ليه. من سَنة تقريبًا كنت مكتئبة جدًا، تايهة، حاسة إن حياتي كلّها متعطّلة، حاسة إني في حُفرة مش عارفة أطلع منها، وعمري ما كنت هاصدّق إن كان ممكن أي حاجة تتغيّر في حياتي. بس ساعتها قُلت أنا ما عنديش أي حاجة أخسرها. آخر حاجة كنت بافكّر فيها إن حياتي ممكن تتغيّر بالكتابة، أكيد مش شوية ورقة وقلم يعني هُم اللي هيغيّروا حياتي، بس فعلًا حياتي اتغيّرت. مسكت ورقة وكتبت أنا شريك حياتي هو الشخص ده، مواصفاته كذا، بيحبني، بيدّيني كل اللي أنا باتمناه، أنا يوتيوبر ناجحة فعلًا، أنا عندي أكتر من قناة يوتيوب فعلًا، أنا باكسب فلوس كتير من اليوتيوب، أنا باقدر أشتري كل اللي نِفْسي فيه، وحاجات تانية كتير. كتبت، كتبت، كتبت كل ده لإني فعلًا كإني فعلًا باعيشه. بعد سَنة أنا فعلًا عايشة الحياة دي، اللي أنا كتبتها بالحرف. خلّيني أقول لِك أنا ما كنتش مصدّقة إن ده هيشتغل، أنا كنت عارفة إن في حاجة اسمها قانون الجذب، وفي 600.000 فيديو بيتكلّموا عن الموضوع ده، بس ما كنتش مؤمنة بيه. وزي ما قُلت ما كنتش فاكرة إن شوية ورقة وقلم هي اللي هتغيّر حياتي، لأ، ده حصل إني لمّا كتبت الكلام ده فعلًا، عقلي الباطن سجّله، حتى لمّا نسيت الورقة دي أصلًا حطيتها فين، بس من جوايا فضلت حاسة إن أنا اللي باكتبه ده هيحصل، ومع الوقت بقيت ماشية ناحيته من غير حتى ما آخُد بالي. العقل الباطن مش بيفرّق بين الحقيقة والخيال. لمّا تكتبي أنا عايشة الحياة دي، أنا غنية، أنا ناجحة، عقلِك هيصدّق إن ده حقيقي، وهيبدأ يشتغل على الأساس ده. عشان كده لمّا تقعدي تفكّري في الماضي، في أي حاجة وجعتِك وعدِّت، عقلِك بيفتكر إن أنتِ بتتأذي لغاية النهارده، رغم إن ده مش حقيقي، بس عقلِك ما يعرفش. فليه ما نضحكش عليه شوية، نخلّيه يصدّق شوية إنِّك في أحسن حال. أنا لمّا كتبت أحلامي كإنها حصلت، عقلي سجّل فعلًا الأهداف دي، بدأ يشتغل عليها، هو خلاص قرر إن دي حقيقتي، وإن دي حياتي الجديدة، ومش هيسيبني غير لمّا هاحققها. عارفة إيه الجميل في إنِّك توصلي للحُفرة اللي أنا كنت باقول لِك عليها؟ إنِّك خلاص ما عندكيش أي حاجة تخسريها، لو أنتِ already مكتئبة، فاشلة، مبروك عليكِ، إنِّك أقوى وقت ممكن تحققي فيه أي حاجة، لإنِّك خلاص ببساطة أنتِ وقعتِ في الحُفرة. أي طريق تاني بالنسبة لِك هيبقى طريق للأحسن. بطّلي لو سمحتِ تتفرّجي على فيديوهات تافهة، بطّلي تسمعي أغاني حزينة. أنا كنت زيِّك، لمّا كنت بابقى مكتئبة ومتضايقة، كنت باشغّل طول اليوم أغاني حزينة وأقعد أسمع فيها، وده خلّاني أغرق أكتر. كنت باتفرّج على ناس تافهة حياتهم ما لهاش أي علاقة بيّا، وكل ده كان بيحبسني في حتّة مش بتاعتي. اللي أنتِ بتسمعيه وبتشوفيه الناس اللي حواليكِ هم دول الواقع بتاعِك،
قولي لي بتتابعي مين، بتسمعي إيه، قولي لي بتقضّي وقت مع مين، هاقول لِك أنتِ مين. أمي دايمًا كانت بتقول مثل: "الصاحب ساحب." كل ما تقوله أنا كنت باضحك وأقول لها: "إزاي يعني؟" بس دلوقتي فهمت، لمّا تبدئي تقضّي وقت مع ناس معيّنة بتلاقي نَفْسِك شبههم، عاداتِك هي عاداتهم والعكس، ما فيش حاجة اسمها أنا قوية ومش هاتأثّر، لو قعدتِ مع حد وقت كفاية هتتغيّري. هتقولي لي: "بس أنا عندي عيلة سامة ما فيش مهرب منها، مش هاعرف أتغيّر." خلّيكِ لوحدِك، في الzone بتاعتِك والتطوّر بتاعِك خلّيكِ لوحدِك، بس مش منطقي إن لمّا الحاجات اللي يبقى عندِك اختيار فيها تروحي تختاري الصُحبة الوحشة بإيدِك. ليه؟ بتعذّبي نَفْسِك بجد يعني؟ لمّا تبقي عايزة تتغيّري وتفضلي محاوطة نَفْسِك بناس تشدِّك لتحت، الموضوع ده صعب جدًا. مين فينا يحب يختار التعب؟ أنتِ؟ جات لي فكرة سمعتها من podcast على يوتيوب بتقول لي اعملي حاجة اسمها فيلم ذهني، تصوّري أهدافِك، تجيبي صور لأهدافِك وتعملي record أكنِّك بتعملي فيديو على التيك توك، تكتبي فيه كل التأكيدات اللي أنتِ عايزاها. أي بقى موقع من جوجل من أي مكان، صورة للحياة اللي بتحلمي بيها، فلوس، حُب، سفر، جمّعي الصور دي واعملي فيديو وحُطّي صوتِك عليها. أنا غنية على الصور اللي فيها فلوس، أنا عايشة حياة فخمة على الصور اللي شبه كده، أنا عندي شريك حياة صحّي وبيحبني على نفس نوع الصور دي، وشوفي الفيديو ده كل يوم الصبح وبالليل، اسمعي صوتِك وأنتِ بتقولي الكلام ده، عقلِك هيسجّل كل حاجة ويشتغل عليها، قولي تأكيدات لنفسِك قدّام المراية، أنا جميلة، أنا أستحق كل حاجة حلوة. في الأول هتحسّي إنِّك بتكدبي، بس بعد شوية هتصدّقي. أنا كنت باقول التأكيد المشهور ده اللي هو أنا ما باطاردش، أنا باجذب، الحاجة اللي ليّا فعلًا هتيجي لي لوحدها، كنت باكرّره لحد ما في يوم فعلًا صدّقته، وبقيت مرتاحة لإني مش باجري ورا أي حاجة، كل حاجة بدأت تيجي لي وأنا بقيت أستقبلها، ليه؟ لإني لو محافظة على طاقتي، مش حاطة طاقتي في هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، مش مُفرطة فيها لأي حد، باكون شاكرة جدًا لربنا بامارس الامتنان كل يوم تقريبًا، باقول الحمد لله من قلبي، ربنا بيقول لي طب خدي كمان بقى، أنتِ تستاهلي حياة أحسن، وافتكري إنِّك لازم تشتغلي، ما ينفعش تكتبي أنا عايزة أبقى يوتيوبر ناجحة وتفضلي قاعدة في أوضتِك ما تعمليش أي حاجة، ما تشوفيش إزاي ينفع تعملي فيديو يوتيوب، إزاي ترفعيه كويس، إزاي تعملي صورة مصوّرة كويسة، ما ينفعش. لمّا تكتبي الهدف، أنتِ بتدّي الكون أوامر إنه يهيأ لِك الظروف مش أكتر. أنا عملت قناة يوتيوب واشتغلت، كنت باسمع زي تأمُّلات، وده ساعد القناة اللي هي تكبر أكتر. الفلوس بدأت تيجي لي لوحدها من غير أي مجهود، بس أنا اشتغلت الأول، سعيت، وبعدين تصبري لغاية ما تبتدي تتغيّري. في ناس هتنتقدِك في الأول، في ناس هتبعد عنِّك، ده طبيعي. هتلاقي علاقات بتنتهي، ده برضه طبيعي، خلاص وقتها خلص، اللي بعده. أنا ما كنتش عارفة أسيب علاقة بالنسبة لي لإن هي كانت مُريحة، بس ما كانتش مناسبة للي أنا عايزاه، لمّا سِبتها ظهر شريك حياتي الحقيقي. مرات كتير لازم نتعب عشان نرتاح بعد كده، لازم تخرجي من الcomfort zone بتاعتِك عشان توصلي للأحسن. صدقيني أنتِ تستاهلي، ما تضحكيش على الفُرَص. ربنا ساعات بيبعت لِك الخير على شكل ناس، مواقف، دَوّري أنتِ عليها كويس، فتّحي عينِك وشوفيها. أنا آمنت إني أستاهل أعيش حياة حلوة لمّا صدّقت ده، حياتي فعلًا بقت حلوة. أنا صنعت واقعي بإيدي وبإيماني بربنا، إيمان أقوى من خوفي،
ووقفت ضد الكل. دلوقتي ساعتها بس لمّا بتنجحي الكل بيبقى فخور بيكِ، أنتِ كمان تقدري. اللحظة اللي الدنيا كلّها تبقى ضدِّك، قولي أنا هانجح وربنا هيكون معاكِ، لإنه شايفِك عايزة فعلًا تنجحي وفعلًا بتسعي. خُدي قرار، كفاية دراما، كفاية تسويف، وتقولي هابدأ بُكرة، خلاص هابدأ من الأسبوع الجاي. ابدئي دلوقتي، ابدئي النهارده بأي حاجة عندِك، ابدئي بحاجة إن شاء الله صغيرة، أنا واثقة فيكِ. لو وصلتِ للآخر فأنتِ بجد من جواكِ ناوية تتغيّري. حاولي تعملي اللي في الفيديو وأنا أضمن لِك اللي بإذن الله 100% هتتغيّري. لو عجبِك الفيديو ما تنساش تعملي subscribe، تقولي لي في التعليقات هتبدئي إمتى، وتشيري الفيديو مع ناس بتحبيهم.